تعالى بقى اقول لك لمحبي المشويات ازاي تاخد الوجبه الحلوه دي، وجبه الشيش والكفته 85 جنيه بس. يلا يا مساء الفل عليكم. النهارده اكتشفنا مكان في اسكندريه بيعمل حواوشي مصري وشاورما مصري، اسمه شاورمتنا، في كامب شيزار في شارع بورسعيد بجوار البان سويسرا. عايزين نجرب مع بعض ونشوف الاداء بتاعهم بيقول ايه. يلا بينا. هنبتدي بأول حاجة معانا الشاورما المصري لحمة وشاورما سوري فراخ. هبتدي طبعا باللحمة الأول ونشوف بقى ايه التست بتاعها. بسم الله. مصري مصري يعني فعلا تتبيلة مصرية جدا، نفس اللي بناكلها في القاهرة. السوا بتاع اللحمة، الشاورما اللحمة فظيع، فلا بصراحة جامد قوي بجد. الشاورما المصري تكسب بجدارة، جامدة جدا جدا. ندوق بقى السوري اللي احنا عارفينه، تحميصة الفراخ بصراحة أنا بحبها. وأحلى حاجة بقى لما يبقى معاها علبة التومية، ندوقها بالتومية جميلة قوي. العيش متحمص جدا، الفراخ برضو متحمصة. كمية الحشو اللي جوه الساندوتش كتيرة جدا، ومش عشان تصوير، أنا واقفة بقالي كتير عشان أجهز على التصوير، والله ده اللي طالع لناس كتيرة قوي قدامي نفس الأحجام دي. يلا بينا على اللي بعده. يلا بينا ندخل على وجبة الشيش والكفتة. 3 قطع شيش، قطعة كفتة، ورز بسمتي وبطاطس وتومية ومخلل وتومية سبايس، دي سعرها 85 جنيه. ندوق كده الرز الأول، أول حاجة لوحده. خلطة الرز جامدة قوي. تتبيلة الكفتة وهمية، إن حد يكون بتاع شاورما ويعمل مشويات بالطعامة دي ميزة. الشيش الشوي بتاعه حلو قوي، الشيش بالتومية كده. المكان تيك اواي بس، عشان كده ماسكاها، يعني هما ما عندهمش مكان نقعد فيه، فانا متعذبه وماسكاها. الوجبه دي سعرها حلو قوي، والكواليتي بتاعتها عاليه جدا جدا. الخلطه بتاعت الرز البسمتي خطيره. يلا بينا على اللي بعده. يلا بينا ندخل بقى على الشاورما السوري الفراخ. بص شايف الجمال، دي بيتزا. بيتزا. بص التحميصه اصلا بتاعت الفراخ عامله ازاي. معلش. بص العيش بقى والرز بسمتي برضو. كميه الفراخ كتيره جدا. الرز البسمتي عندهم مميز قوي بصراحه. فلا طبق الشاورما ده بسم الله ما شاء الله كبير جدا ويكفي، وطعمه كمان جامد قوي. عايزه اقول للي كتب لي في الكومنتس جربي شاورمتنا، انت برنس بجد، جامد جدا. يلا بينا على اللي بعده. هندخل على الفراخ المشويه. طبعا لما تبقى مشويه كامله على الفحم ومخليه كمان، فشكلها بسم الله ما شاء الله حلو قوي. بص الفراخ من جوه، طعم الفحم بصراحه واضح جدا جدا. فهي مشويه بطريقه قويه جدا لدرجه ان طعم الفحم واضح فيها. دي حاجه بتميز الفراخ المشويه على الفحم. ندوقها برضو بالتوميه. احلى حاجه ان التتبيله واصله لجوه. بصراحه الاكله دي مش عايزه واقفه كده خالص، عايزه ترابيزه ونقعد بقى ايه نمسك الفرخه كده نفترسها. ندوقها بقى بالرز كده. عندهم وجبات كتيره جدا. يلا بينا على اللي بعده. طلع عندهم حواوشي مصري. طيب هو انا من فتره شفت ريفيو عن حد انا من محبينه جدا، رعد، واتكلم عن الحواوشي المصري ده بالذات كلام كتير قوي وقال فيه اشعار. فانا النهارده جايه اشوف بقى الاشعار اللي رعد قالها دي صح ولا ايه. فيلا بينا نجرب. نبتدي اول حاجه بالحواوشي المصري اللحمه. لا هو فعلا رعد الكلام اللي قالوه صح. الساندوتش مميز جدا جدا جدا، عشان هو في القاهره وضايق الحواوشي ده هناك على طول، فعارف التيست ده. ففعلا انت بتاكل اكنك في القاهره، هي بالظبط نفس الخلطه بتاعت القاهره بالظبط، ففعلا خطيره. حواوشي صدق مصري. انا اول مره النهارده ادوق مصري صدق عالمي. توابل الصدق رهيبه. الصدقيه عندهم ما بتبقاش كامله، بتبقى معموله خلطه، فالخلطه بصراحه جباره. شابول شاورمتنا، انتم مميزين جدا، وفعلا انا اتبسطت قوي قوي النهارده. الكواليتي بتاعت الاكل عاليه جدا، ورابطين بين مصر وسوريا، فدي حاجه جديده.
اتمنى يكون الفيديو عجبكم، متنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب، تكتبوا لي في الكومنتس اماكن تانية عشان اجربها. تابعوا معايا كل جديد. اشوفكم على خير، باي باي.